إن البلاء موكل بالمنطق، يعني يدل عليه أشياء كثيرة. يعني أحيانا الإنسان بقدر الله تسبق منه الكلمة. جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أعرابيا. كان هناك أعرابي أصابته حمى، فالنبي عليه الصلاة والسلام زاره، أي عيادة مريض. وكان عليه السلام من دأبه من عادته أنه إذا زار مريضا يقول: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي ما كان يقوله لغيره، قال: لا بأس طهور إن شاء الله. لكن الأعرابي لم يقل آمين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا، بل قال لا، أو قال في الأول أمر: قلت، يخاطب النبي بفتح التاء، قلت طهور إن شاء الله؟ قال: نعم. قال: لا، بل حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. تزيره يعني كأنها ألزمته بزيارة القبور من غير إرادة منه. حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فجاء في بعض الروايات في غير البخاري أنه مات في اليوم التالي. فهذا الرجل كما قلتم إن البلاء موكل بالمنطق.